بزاف منا كتوصلوا واحد الورقة للدار مكتوب فيها رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية. كاين اللي كيخلصها وهو خايف يكون مخلص كتر من القياس، وكاين اللي كيهملها حتى كتراكم عليه الغرامات وكتولي مبالغ خيالية. مؤخرا داروا بزاف ديال الإشاعات في مواقع التواصل الاجتماعي، وكاين اللي خلع الناس بأرقام غلط. اليوم غادي نحطوا النقط على الحروف، غادي نشرح لكم بالتدقيق الممل شنو تبدل في 2026، كيفاش الإدارة ولات كتحسب هاد الضريبة، والأهم من هادشي كيفاش تستافد من إعفاءات قانونية كتوصل حتى ل 75% من المبلغ. إلا كنتي باغي تفهم ضريبتك وتحمي جيبك، هاد الفيديو هو الدليل الشامل ليك. تبع معايا الشرح، حيث كل دقيقة فيها معلومة غتوفر عليك بزاف ديال الصداع والفلوس. أول معلومة أساسية خصنا نعرفوها هي أن الجهة المكلفة بهذه الضريبة تبدلت. لسنوات طويلة كانت الخزينة العامة للمملكة هي اللي كتجمع هذه الضرائب، ولكن دابا الأمور انتقلت بشكل كامل للمديرية العامة للضرائب. هذا التغيير ماشي غير في السمية بل في الطريقة. دابا كل شي ولا مرقم، يعني المعلومات ديال المحافظة العقارية، رخص السكن وعقود الكراء كلها ولات مرتبطة بسيستم واحد. هادشي كيعني باللي الإدارة ولات كتعرف الوضعية ديال كل عقار بدقة. هذا الرقمنة خلات عملية الأداء تولي سهلة بزاف، ولكن في نفس الوقت خلات تتبع الغرامات والزيادات يولي أوتوماتيكي ومضبوط بالتانية. دابا نجيو للموعد اللي ما خصكش تنساه نهائيا. آخر أجل لأداء ضريبة السكن والنظافة هو 31 من ماي من كل سنة. بمعنى عندك شهر مارس، أبريل ومايو كاملين باش تخلص بلا حتى شي زيادة. غير كيخرج شهر ماي ويدخل نهار واحد في شهر يونيو، السيستم كيبدا يحسب عليك الزيادات. أول شهر ديال التأخير كتزاد عليك 5% من المبلغ الإجمالي، كل شهر من بعد كتزاد 0.5%. تخيل معايا، تأخير بسيط يقدر يخليك تخلص مبالغ زايدة انت في غنى عنها. كاين استثناء بسيط، وهو إذا كان مبلغ الضريبة ديالك قل من 1000 درهم، غالبا ما كتطبقش عليه هاد الدائرة ديال التأخير، ولكن هادشي كيبقى رهين بقرارات الإدارة، ومن الأحسن الواحد يخلص في وقته باش يبقى راسه مرفوع ووضعيته قانونية. بزاف كيسحب لهم الضريبة كتحسب على ثمن الدار باش شراوها، وهذا غلط كبير. الضريبة كتحسب على حاجة سميتها القيمة الكرائية السنوية. شنو هي هاد القيمة؟ هي واحد التقدير كديروا لجنة الإحصاء كيشوفوا الدار ديالك شحال تقدر تكرا في العام. وركز معايا هنا مزيان، حيت هنا فين كاين التوفير. الحالة الأولى السكن الرئيسي. إذا كنتي ساكن في الدار انت وعائلتك، القانون كيعطيك تخفيض ديال 75%. مثال بسيط، إذا القيمة الكرائية لدارك هي 20,000 درهم في العام، الإدارة كتحيد منها 75%، وكيبقى الحساب غير على 5,000 درهم. هاد 5,000 درهم هي اللي كنطبقوا عليها النسب المئوية، 10% أو كتر حسب المبلغ. الحالة الثانية السكن الثانوي. إذا عندك دار تانية خاوية أو مخصصها للعطلة، هنا ما كتستافدش من هاد الخصم، وكتخلص على القيمة الكرائية كاملة. هادشي علاش الفرق في الثمن كيكون كبير بزاف بين دار ودار، غير حيت وحدة مصرح بها كالسكن رئيسي والأخرى لا. نجو دابا لرسم الخدمات الجماعية اللي كنعرفوها كاملين بضريبة النظافة. هاد الضريبة موجهة باش تمول خدمات النظافة، الإنارة وتزيين الشوارع. النسبة ديالها هي 10.5% داخل المدار الحضري، و6.5% في المناطق المحيطة بالمدن. وحتى هي كتستافد من داك التخفيض ديال 75% إلا كانت الدار هي مسكنك الرئيسي. واحد النقطة مهمة بزاف، ضريبة النظافة قانونا هي على عاتق اللي كيستغل المحل أو الدار. يعني إلا كنت كاري دار، مول الدار يقدر يطلب منك تخلصها، وهذا الشيء غالبا كيكون مشروط في عقد الكراء. قبل ما نختم
عندي لك 3 ديال النصائح غتوفر عليك بزاف. أولا، إذا شريتي دار جديدة عندك الحق في إعفاء كلي من ضريبة السكن لمدة 5 سنوات، ولكن ضريبة النظافة ضروري تخلصها من العام الأول. ثانيا، إذا كانت دارك خاوية حيث فيها إصلاحات كبرى قدم إقرار بالشغور قبل 31 من يناير باش تعفى من الضريبة ديك السنة. ثالثا، تأكد ديما باللي الدار مسجلة في سميتك وفي العنوان الصحيح باش يوصلك التوصيل في وقته. نتمنى هذا الشرح يكون كان واضح وبسيط وقربكم من هذا الموضوع المعقد. إذا عجبكم الفيديو بارتاجيوه مع الناس اللي كتعرفوا باش حتى هما يستافدوا ويفهموا حقوقهم. شكرا على المتابعة، ونتلاقاو في فيديو جديد قريبا.